مشاهدينا حضراتكم بتشوفوا دلوقتي في جزء من الشاشة هذه هي الجنازة لشهيد الشرطة اللي سقط في فجر اليوم، وهو النقيب أحمد سمير محمود الكبير. هذه الجنازة في مسجد الشرطة بالدراسة، وهذه صور حية خاصة بالCBC من أمام مسجد الشرطة في الدراسة. زي ما حضراتكم قلت لكم في بداية هذا الخبر، الشهيد سقط في أثناء أدائه لخروجه أداؤه لمهمة فجر اليوم. ده جثمان الشهيد موجود في النعش وملفوف بعلم مصر. زملاء الشهيد وأسرته بعضهم من رجال الشرطة وبعضهم من أقاربه وجيرانه ومحبيه بيحملوا جثمان الشهيد وبيضعوه على إحدى العربات الخاصة بقوات الدفاع المدني. جنازة عسكرية إذن تليق بشهيد الشرطة النقيب أحمد سمير محمود الكبير الذي سقط شهيدا أثناء تأديته لواجبه النهاردة الفجر. طبعا سقوط الشهيد وحدث أثناء عملية، هذه العملية جاءت لمداهمة إرهابيين ومسلحين متهمين بأن هم الذين اغتالوا المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الشهيد الذي سقط منذ عدة أيام. حضراتكم شايفين طبعا يعني هذه الصور المؤثرة لأصدقائه ولمحبيه اللي بيحضروا الجنازة ولزملائه أيضا. صور من مسجد الشرطة في دراسة، بعض من ضباط الشرطة موجودين في هذه الجنازة. نصبر أسرة الشهيد طبعا ونعزيهم، نتمنى لهم الصبر والسلوان ونحسبه عند الله شهيدا، ونعزي الوطن كله، لأن هؤلاء الرجال الذين يسقطون في الميدان هم لا يمثلوا الجهات التي يعملون فيها، ولكن بيمثلونا إحنا، إن هم بيسقطوا دفاعا عننا إحنا ودفاعا عن هذا الوطن. أستاذ عبد العظيم، هذه الصور يعني شهيد آخر للشرطة بعد يعني أقل من ساعات من سقوط جنودنا في سيناء وأيام من سقوط شهيد آخر للشرطة. المشهد ده اللي احنا شايفينه قدامنا تكرر عشرات المرات في الأيام الماضية. أنا شايف أنه لابد من اتخاذ 3 إجراءات رئيسية حتى ينتهي هذا المشهد ويطرد من مفردات الحياة اليومية للمواطن. يعني أول حاجة لابد من تجديد المواجهة الأمنية مع الإرهابيين، وأن الإرهاب لا يمكن أن يواجه إلا بمواجهات أمنية مشددة. الإجراء الثاني أن هي على الحكومة بالفعل أنها تتوقف عن حالة الارتباك التي تسودها. اسمح لي يا أستاذ عبد العظيم، هناك يعني في هذه الجنازة بعض الهتافات، نستمع إلى هذه الهتافات ونعود لاستكمال الحديث. شايفين هذه المشاهد، الجنازة العسكرية التي تقام لشهيد الشرطة الذي سقط فجر اليوم النقيب أحمد سمير محمود الكبير، بحضور قيادات وزارة الداخلية. عدد من قيادات وزارة الداخلية بيحضروا هذه الجنازة، رجال الشرطة سواء من قطاع الأمن المركزي، زملاء الشهيد لأنه هو كان أصلا أحد ضباط العمليات الخاصة في قطاع الأمن المركزي، أيضا بيحضروا الجنازة. وطبعا أسرة الفقيد موجودة أيضا في مسجد الشرطة بالدراسة لتقديم واجب العزاء. يعني مشاهد مؤثرة للغاية. شهيد آخر للشرطة في وقت قصير جدا من توديع مصري لشهيد الأمن الوطني وشهيد الواجب المقدم محمد مبروك. انطباعات حضرتك؟ أنا حتى هذه اللحظة مش قادر أحدد عما إذا كان رئيس الوزراء أو وزير الداخلية موجودين في هذه الجنازة ولا لأ، يعني لأنه هو في الأول وفي الآخر ده رمز لهيبة الدولة وتطبيق القانون يعني، وكان المفروض يتواجد رئيس الوزراء
ويتواجد وزير الداخلية، إنما أنا مش قادر أرصدها، يعني الصورة مش موضحة إن دول موجودين ولا غير موجودين. هو لم تنقل لنا الكاميرا حتى الآن إذا كانوا موجودين ولا لا. ما هم كانوا مش موجودين في شهادة المقدم محمد مبروك، لكن النهارده يعني الكاميرا ما نقلتش صورة أي من الوزراء أو المسؤولين في هذه الجنازة. ده المفروض، يعني أنا مش قادر أحدد دلوقتي يعني. إنما نرجع لقضيتنا، إن حتى يختفي هذا المشهد من مفردات الحياة اليومية للمجتمع المصري لابد من تفعيل 3 إجراءات وعلى أقصى وبأسرع وقت ممكن. إيه هم؟ أول إجراء إن هو لابد أن تكون هناك مواجهة أمنية مشددة وعنيفة مع جماعات الإرهاب. الإرهاب لا يدار معه حوار، الإرهاب يواجه بإجراءات أمنية مشددة. الإجراء الثاني وزير الداخلية موجود في الصورة، اللواء محمد إبراهيم موجود، وكمال أبو عيطة موجود، وزير القوى العامة كمال أبو عيطة أيضا موجود، واعتقد مساعد وزير الداخليه لقطاع الامن المركزي موجود ايضا في مقدمه المشاريع. لا، ما هي القيادات الداخليه من الممكن انها تبقى موجوده. لا، انا بتكلم، ودول طبعا بيمثلوا مجلس الوزراء او غيره. انا يعني اللي انا كنت بتساءل عليه هو اختفاء رئيس الوزراء من مثل هذه من تشييع مثل هذه الجنازات يعني. انما ما علينا. ال3 اجراءات اللي انا بتكلم فيهم، الاجراء الاولاني اللي هو مواجهه امنيه مع الارهابيين، باعتبار ان الارهاب لا يدار معه حوار وانما بمواجهه امنيه مشدده. الإجراء الثاني أن هي الحكومة الحالية أن تتوقف عن ارتعاشة الأيدي وحالة الارتباك اللي موجودة فيها دايما، ولا بد أن تكون هناك مواجهة سياسية معها، بمعنى أن لا بد أن تعلن جماعة الإرهاب المسلمين على أنها جماعة إرهابية. أستاذ عبد العزيز، اسمح لنا نشوف مشاهد كاملة من هذه الجنازة ونرجع نستكمل هذا الحوار. بس الجثمان هتعقدها شويه.